حبايبي، أهلا وسهلا بيكم في قناتي، وأهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الكروشيه. والنهاردة إن شاء الله هننفذ جيبة التايير ده. التايير عبارة عن قطعتين، الصدر عبارة عن جاكيت مطعم باللون الأسود، معمول بالفيونكة والحروف بتاعته. الحفات بتاعت الجاكيت كله معمول بالأسود، وبرضو الجيبة بنطعم الديل بالأسود. النهاردة هنعمل إن شاء الله مع بعض الجيبة، والمرة الجاية إن شاء الله أو الفيديو الجاي هنعمل الجاكيت بتاع التايير. أتمنى يا رب يعجبكم، وأتمنى تقولوا لي آرائكم في الكومنتات. والنهاردة الجيبة اللي هناخدها عبارة عن جيبة بقمر، والقمر ده مزدوج، يعني قطعة ومقسومة اتنين أو مطوية ومتدككة بأستك، بحيث ان هي ما يتعملش فيها مرد او زراير او اي فتحة يعني. والاستك هنا مش غرض منه الكشكشة، لان هي الجيبة اوريدي فيها كسرات، وبالتالي فما ينفعش اعمل كسرات مع كشكشة، لكن هو مجرد بس انها تسند الوسط عشان ما تنزلش، او تبقى سهلة انها تقع لو فرض انها وسعت يعني. هنشوف مع بعض ازاي هنعمل القمر المزدوج، وازاي هندككه بالاستك، وازاي هنقفل الفتحة بتاعته بحيث انها تبقى زي الجاهز. الكسرات هنا كسرات عريضة شوية، ممكن حضرتك تقللي المسافة بينهم، ممكن تزوديها، ممكن تزودي عدد الكسرات، ممكن تقللي عدد الكسرات، ده زي ما تحبي. مفيش كسرات على الأجناب زي ما حضراتكم شايفين، لأن أنا مش بفضل أبدا كسرات أو كشكشة أو كالونهات أو أي حاجة محطوطة على الجناب، لأنها بتدي تخن للجزء العلوي الجزء السفلي من الجسم. الكسرات هنعملها بطريقة سهلة جدا جدا إن شاء الله، وهتريحكم جدا، وكأنك مش بتعملي كسرة، كأنك بتشتغلي الشغل على طول. هي السطر الأولاني بس اللي بتنظمي فيه الكسرة، وبعد كده المجهود كله ما بيبقاش موجود. حضرتك ممكن تختاري أي ألوان، أنا اخترت الألوان دي، ممكن حضرتك تغيري في الألوان، وإذا كان متاح في البيت عندك ألوان ممكن تستخدميه. الموديل هعمله نموذج صغير لمقاس سنة، لكن الطريقة اللي أنا هشرحها لحضرتك هتبقي تقدري تطوعيها. ويا ريت كمان لو عملتي التايير ده لنفسك، الحقيقة تايير لو جبتيله كمان خيط تركي حلو هيبقى في منتهى الشياكة، وإن شاء الله هيبقى حلو قوي قوي عليكي، بس تتقني إن حضرتك في مسكة الإبرة والغرزة ما تبقاش يعني مفتحة او كده، بحيث ان هي تبقى زي الجاهز بالظبط وتطلع زي الموديل بالظبط. هنا انا استخدمت خيط أليزا، واستخدمت معاه الإبرة المناسبة ليه. زي ما تعرفوا في بداية الشرح بيعتمد التايير على غرزة العمود، مش هكتر في الغرز لأن هنا الأساس هو الموديل نفسه، يعني هنا التركيز على الموديل مش على غرزة، فعشان كده الغرزة هتبقى سهلة قوي اللي هي غرزة العمود. يعني أتمنى لو أعجبتكم قناتي ولسه ما اشتركتوش فيها يا ريت تشتركوا فيها، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا له لايك وشير في الجروبات عشان يتشاف، وكومنت حلو يساعدني. وأنا بشكر كل الناس اللي بتاخد من وقتها وتتفرج على فيديوهاتي، وكمان بتكتب لي كومنت حلو بيساعدني جدا صدقوني، وبحس بمدى محبتكم ليا. أتمنى حبايبي مشاهدة ممتعة، وأتمنى استفادة تامة للحاجات اللي أنا بقدمها. ويلا بينا بسرعة نجري نشوف خطوات العمل للتايير الجميل ده، والنهاردة الجيبة هنعملها ازاي. يلا بينا. هبتدي الأول أعمل الجيبة أو السكيرت، وهستخدم خيط أليزا ده شلة 100 جرام، وهستخدم ليها إبرة 2.25. ممكن حضرتك تستخدمي لها إبرة لغاية رقم 3، وزي ما أنا قلت في فيديوهات قبل كده بحب الإبرة تكون أصغر من الإبرة المناسبة للخيط شوية، مش كتير عشان ما تشدش الغرزة، عشان تبقى الغرزة باينة كأنها جاهز. فأنا هبتدي بالجيبة الأول، وهبتدي أعمل سلسلة
والسلسلة دي هعملها بطول أكبر قليلا من دوران الخصر أو الوسط. طب ليه أكبر قليلا؟ يعني مش هزود 2 سنتي ولا 3 سنتي ولا 4 سنتي عشان المرض. أنا مش هعمل مرض، أنا هعمل القمر واتنيه وأركب فيه إما شريط وإما أستك. فأنا أنا شخصيا هركب فيه أستك. الجيبة مقاس سنة كنموذج، لكن اللي أنا بقوله ممكن يتطبق لأي حد حتى لو هتعمليها لحضرتك. فأنا دلوقتي هبتدي أعمل سلسلة بطول أكبر شوية من 52، يعني ممكن أزود سنتي واحد بس عشان أنا مش عايزاها مكشكشة كتير. أنا كل الحكاية هحط الأستك لأنه الجيبة ما فيهاش عراوي ولا زراير ولا مردات، فبالتالي لازم أحط أستك يمسك الوسط سواء ليا أو لبنتي أو لحد كبير أو لحد صغير. فأنا هحط الأستك ده يسند الوسط بس عشان أنا مش هعمل مردات. من حق حضرتك تعملي مرد وعروة وزرار أو كبسونة زي ما حضرتك تحبي، بس أنا ما عملتش إن أنا أتني القمر ده قبل كده في القناة، فعشان كده قلت أجدد يبقى فيه حاجات جديدة في القناة. فأنا هبتدي دلوقتي أعمل عقدة البداية أو غرزة البداية، وهبتدي أعمل أي عدد من الغرز، مش هلتزم بعدد محدد، أنا هستخدم الأطوال بس. فأنا عايزة طول حوالي 53 سنتي أو بالكتير 54. فأنا هبتدي أشتغل غرزة سلسلة عادية خالص لغاية ما أوصل للطول اللي أنا عايزاه. هكمل أنا بقى السلسلة لغاية ما أوصل لحوالي 53 ونص 54 بالكتير خالص. زي ما قلت لحضراتكم أنا مش عايزاها مكشكشة قوي، يعني كل ما كانت 53 يبقى أحسن طبعا. عملت كده سلسلة طولها بالظبط 53 سنتي، يعني أكتر من الطول اللي أنا عايزاه بتاع دوران الخصر بسنتي واحد، مجرد إن أنا بس هدخل فيها الأستك. هبتدي بقى دلوقتي، أنا هسيب السلسلة مفتوحة خالص مش هقفلها، وبعدين هبتدي ألف لفة وابتدي أعد 1 2 3 غرز، وفي الغرزة الرابعة هدخل وأعمل عمود، والثلاث غرز اللي سبتهم في الأول بيمثلوا عمود، يبقى ده كده تاني عمود. هشتغل كل الغرز اللي هتقابلني غرزة عمود، عمود بلفة عادي. غرزة سهلة وبسيطة. هي الفكرة هنا في الجيبة اللي هي الكسرات تتعمل ازاي، فمش شرط عندي الغرزة على قد ما انا عايزة يبقى فيه كسرات، وهي هتبقى سيمبل خالص، يعني ما فيهاش غرزة معقدة ولا حاجة، يعني المبتدئين يقدروا يعملوها. فانا هنا بدخل في كل غرزة سلسلة واعمل غرزة عمود، غرزة عمود عادية خالص بلف. هكمل انا بقى السطر كله وارجع لحضراتكم بالطريقة دي. خلصت كده السطر الاولاني، هبتدي اعمل السطر التاني. السطر التاني برضو اعمدة، فانا هبتدي في نهاية السطر الاولاني اعمل 3 سلسلة، 1 2 3 تمثل العمود الاولاني، وبعدين هلف الشغل وخلاص كده العمود الاولاني هيبقى فوق العمود الاولاني اللي تحته ده. هدخل في العمود اللي بعده واعمل عمود، والغرزة اللي بعدها عمود، وهشتغل بقى كذا عمود يعني كذا سطر بالأعمدة لغاية ما أحصل على طول القمر المناسب للجيبة. وناخد بالنا إن أنا هتنيه نصين، يعني أنا لو عايزاه 2 سنتي يبقى هعمل القمر كله 4 سنتي، لو عايزاه 3 سنتي هعمل القمر كله 6 سنتي، على أساس إن أنا هقسم نصين عشان أحط فيه الأستك. فاهميني حضراتكم؟
فانا دلوقتي بقى هشتغل الجزء بتاع القمر ده كله، ونيجي مع بعض نشوف ازاي هنقفله مع بعض بالكروشيه برضو، وفي الاخر خالص هنبقى نحط فيه الاستك. كده ده السطر التاني، وهشتغل بقى الاسطر كلها. ولما باجي انهي السطر بنهي السطر في تالت سلسلة انا عملتها في بداية السطر. يعني في بداية السطر عاملة 3 سلسلة، يبقى لما اجي ارجع على السطر وانهي السطر هنا يبقى هنهيه في الغرزة رقم 3، في السلسلة رقم 3. وبرضو هنا في الاخر هنهي السطر في السلسلة رقم 3، لان انا كل اول سطر ببتدي اعمل 3 سلسلة. فانا هنا هنهي، يعني اوري لحضراتكم برضو، يعني هنا نهاية السطر ده مثلا، هنا العمود ده 3 سلسلة، 1 2 3، فهاجي هنهي في الغرزة رقم 3 هنا، هعمل فيها العمود الأخير عشان تبقوا معايا. بس أنا هشتغل بقى القمر وهرجع لحضراتكم وأقول لكم عملت كم سطر بكم سنتي وهنتنيه إزاي. حبايبي كده عملت 8 أسطر اللي هو عرض القمر اللي أنا هتنيه، 1 2 3 4 5 6 7 8. هبتدي بقى أتني القمر نصين. طبعا هنا عرض القمر زي ما حضرتك تحبي، يعني ما تتقيديش بالظبط باللي أنا بعمله. هيبقى كده. أنا بدور على ناحية تكون أقرب لأنها تكون الوش بتاع العينة. هبتدي بقى أتنيها نصين كده وأظبط إيدي، ودول أول 3 سلسلة. هدخل في السلسلة رقم 3 وأبتدي أسحب الغرزة، وبعدين ارتفع 3 سلسلة تمثل أول عمود كده، وبعدين هدخل في الغرزة اللي بعدها وآخد الغرزة اللي بعدها هنا وأعمل عمود بلفة عادي. أدخل في الغرزة اللي بعدها وهنا برضو اللي بعدها، يعني واحدة قصاد واحدة على طول، وبعدين أعمل عمود، الغرزة اللي بعدها. بمشي بالترتيب ما بسيبش ولا غرزة. كل غرزة هدخل فيها وفي نفس الوقت هدخل في الغرزة اللي قصادها وأعمل غرزة عمود بلفة. كده أنا بعمل القمر دبل على أساس إن أنا هحط فيه أستك، ومش هعمل مرض ومش هعمل عروة ولا زرار ولا كبسونة ولا أي حاجة. هنمسك القمر بالإيه؟ بالأستك. بس هكمل أنا بقى السطر كله كده. هيبقى كده بالطريقة دي سطر عادي خالص، بس أنا تنيت والفتحة أهي بتاعة القمر اللي أنا هبتدي أدخل منها بعد ما أخلص أدخل منها الأستك. هكمل أنا السطر بقى وأرجع لحضراتكم بعد ما أخلص. حبايبي كده تنيت خلاص وخلصت السطر. آخر غرزة هنا هدخل في تالت سلسلة هنا وابتدي أقفل بمنزلقة، وابقى خلصت كده السطر. وفي الاخر هوري لحضراتكم ازاي هنقفل هنا، هديكوا فكرة بس وبعدين هقفلها معاكم. انا هقفل طرف واحد اللي هو ده مع الطرف ده، هقفل دول كده بحيث لما اجي افتح كده يبقوا من تحت هنا مقفولين، وهنا الجزء الاولاني ده
والجزء ده هدخل فيه الاستك وبعدين اقفل عليه. هنشوف مع بعض ده في الاخر، انا بس عشان ايه ما سيبكوش تسألوا نفسكم. طب ايه بقى هنا الماركر ده اللي انا حطاه؟ اولا انا حددت الجنب هنا، والجنب هنا متحدد بالفتحة. سبت 13 غرزة، سبت 13 غرزة من هنا، وسبت 13 غرزة من هنا، ونفس الشيء سبت 13 غرزة من الجنب التاني، وسبت 13 غرزة من هنا. معنى كده ان الجنبين بتوع الجيبة مش هعمل فيهم كسرات. انتوا عارفين فكرتي ان انا ما بحبش الكسرات او الكشكشة على الاجناب، عشان بتدي تخن زيادة قوي قوي على الجزء السفلي من الجسم. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد ما خدت ال 13 غرزة هعد 10 واحط ماركر، و10 واحط ماركر، و10 واحط ماركر، و10 واحط ماركر، وبرضو الناحية التانية كذلك. اذا الجزء اللي انا حاطه فيه الماركر هبتدي اعمل فيه ايه؟ هبتدي اعمل فيه الكسرات. اذا انا عندي الكسرات هتبقى على الوسط، يعني في المنطقة الوسطى من الجيبة، مش في الأجناب. فاهميني حضراتكم؟ فأنا هبتدي دلوقتي نشوف مع بعض ازاي نعمل الكسرة وازاي نشتغل. أنا قفلت هنا، قفلت بمنزلقة، وبعدين هبتدي ارتفع 3 سلسلة تمثل اول عمود، وبعدين هعد بقى هنا لغاية الماركر. طبعا التقسيمة دي مش شرط تعمليها، تعملي تقسيمة غيرها على حسب حضرتك عايزة بعد الكسرات عن بعضها قد ايه، بعد اول كسرة عن منطقة الجنب قد ايه، تقسيمة كام كسرة عايزاها، وهكذا. دي حاجات بيبقى كل إنسان بيبقى له مطلق الحرية فيها. أنا كل الحكاية بقول لحضرتك أنا عملت إيه في النموذج اللي أنا بشرحه. هنا دي العمود التاني، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. زي ما قلت لحضراتكم أنا بعدت عن منطقة الجنب 13 غرزة. هنيجي بقى من أول الغرز اللي بعد كده، هاجي على أول 5 غرز، 1 2 3 4 5. نركز قوي في الجزء ده. هنا أنا عندي في فتلتين اهم، أدي فتلة وأدي الفتلة التانية. عادة بنقول فتلة أمامية وفتلة خلفية للغرز، شايفينها؟ فتلة أمامية وفتلة خلفية، يبقوا فتلتين. من ورا على طول أهي في فتلة تاني من ورا الغرزة كده، أدي 3 فتلات في كل غرزة. أقولهم تاني، أنا دي خلاص بتاعت الماركر اشتغلتها. أدي فتلة أهي الأولى اللي هي الأمامية، ودي فتلة أهي اللي هي الخلفية، وبعدين في فتلة ورا الخلفية في كل غرزة أهي. شايفينها حضراتكم؟ طب هنعمل الكسرة ازاي؟ هشتغل على ال3 فتلات. هبتدي ازاي الأول؟ هبتدي في الفتلة اللي ورا الخلفية اللي ورا الغرزة، وأعمل عمود 1. هنا فتلة والتانية اهي، والتالتة وراها اهي، يبقوا 3، يبقوا سوري 2. وبعدين الغرزة اللي بعدها اهي في فتلة وفتلة، والفتلة اللي وراها اهي، يبقوا كده 3. ادي فتلة والفتلة التانية، وبعدين الفتلة اللي وراها على طول، يبقى 4.
فتلة والتانية واللي وراها اهي، يبقوا 5. يبقى اشتغلت 5 غرز في الفتلة اللي خلف الفتلة الخلفية، 1 2 3 4 5. طيب هبتدي بعد كده ادخل في الفتلة الخلفية الأصلية اللي هي دي، بس هدخل ازاي؟ هدخل فيها كده واقلب الشغل كده، اعدله كده على عدلتي، وبعدين اعمل عمود اللي بعدها هو اول سطر اللي هيتعبكوا شوية، 2 3 4 5. يبقى عملت 5 غرز، 5 هنا و5 هنا. وبعدين هبتدي نفس الغرزة اللي اشتغلت في الفتلة بتاعتها، الفتلة الأمامية اهي، هدخل في الفتلة الأمامية واعمل عمود، يبقى ده العمود رقم 1. اللي بعدها 2، واللي بعدها 3، واللي بعدها 4، واللي بعدها 5. إذا أنا في 5 غرز اشتغلت 5 غرز 3 مرات، يعني اشتغلت 15 غرزة. بصوا بقى عملت ازاي، عملت كسرة اهي، دي الكسرة اللي أنا بتكلم عليها اهي، شايفينها؟ معلش السطر الأولاني بس استحملوني فيه، واستحملوا نفسكم كمان فيه، هو السطر الأولاني اللي هتتعبوا، وبعد كده هشتغل السطر كأنه عادي خالص. طب أنا كنت سايبة بين الماركر والماركر 10 غرز، اشتغلت كسرة في 5، يبقى ال5 التانيين هشتغل 5 غرز عاديين خالص. معلش دي اتسلتت، هعملها اهي. هبتدي بقى الغرزة اللي بعدها 1 2 3 4 5. احنا قلنا تقسيمة الأعداد بتاعت الغرز حسب مزاجك اهي. يبقى أنا عملت كسرة في 5 غرز، عملتهم 15 غرزة، وبعدين 5 غرز. نيجي بقى لل5 اللي بعد الماركر، هشتغل بنفس الطريقة، هكرر معاكم واحدة تاني. هاجي ورا الغرزة دي اهي، بشوف الأول فتلة الأولانية اهي الأمامية، وبعدين الخلفية اهي، وبعدين اللي وراها اهي. بس نلاحظ ان احنا ما نفلتش غرزة عشان مش هيبقى مظبوط. ادي اول عمود. نيجي للي بعدها، باخد اهو الفتلة الاولانية، بعدين الفتلة الخلفية، وبعدين الفتلة اللي خلف الخلفية اهي كده، يبقى 2. اللي بعدها ادي غرزة، ادي فتلة الامامية، وادي الفتلة الخلفية، وادي الفتلة اللي خلفها خلف الخلفية اهي، يبقوا 3. اللي بعدها ادي فتلة الامامية، وادي الخلفية، واللي بعدها اهي رقم 4. خامس واحدة 1 2، واللي وراها اهي رقم 5. يبقى أنا عملت 2 4 5، وبعدين بدخل في الفتلة الأمامية اللي هي الخلفية بالنسبة لي كده، اللي هي قصادها، وأعمل العمود الأولاني، وبعدين العمود التاني،
العمود التالت، العمود 4، العمود رقم 5. عملت معاكم 1 2 اهم. هاجي بقى للجزء اللي هنا ده اهو، الفتلة الأولى اهي الأمامية، هعمل 1، بشتغل 3 مرات على نفس ال5، 1 2 3 4 5. وبعدين بكمل ال5 التانيين عمود عادي خالص، بدخل في اللفتين، 1 2 3 4 5. صدقوني أول سطر بس، وبعد كده هتحسوا بحلاوة الجيبة وتبقوا جددتوا يعني حاجة جديدة اهو. بصوا شكلها كسرة اهي، طبعا الكسرة بتبان كل ما هشتغل اهي، شكلها باين اهي، كسرة هتبان كل ما هشتغل اسطر زيادة. هعمل معاكم واحدة تاني عشان خاطر عينيكوا. اتنين تلاتة أربعة خمسة. خدت أنا كده 5 غرز، وبعدين هدخل في الخلفية دي واشتغل 1 2 3 4 5. وبعدين اخد اللي قصادها على طول، 1 2 3 4 5. وبعدين اكمل ال5 اللي بعدها في الغرزة كلها، 1 2 3 4 5. وهشتغل بقى كده لغاية ما اخلص السطر كله، ونرجع نشوف مع بعض هنعمل السطر التاني ازاي. اهو كده الكسرة بانت اهي، عملت كده 3، وهكمل انا بقية القصة. حبايبي هقفل بقى هنا السطر في تالت سلسلة بغرزة منزلقة، وهرتفع 3 سلسلة، وهشتغل فوق كل عمود عمود لغاية ما اجي لمكان الكسرة. انا هنا مش محتاجة الماركر خلاص،
وصلت بقى هنا لمكان الكسرة اهي. بصوا بقى هيبقى سهل جدا جدا، وكل ما هزود في الطول هيبقى اسهل واسهل. بصوا الكسرة عاملة ازاي اهي، الكسرة اهي. همشي كده، همشي كده، وبعدين امشي كده، وبعدين امشي كده، نفس اللفة اللي لفتها، بس المرة دي اسهل كتير، لان مفيش بقى فتلة ورا وفتلة قدام وفتلة خلفية وفتلة امامية. لا، انا همشي على الغرز كده المعرجة دي. فتعالوا نشوف مع بعض. اول واحدة اهو، هدخل هنا، هفتح بس الكسرة كده، هفتحها كده، وبعدين ادخل هنا واشتغل فوق كل غرزة، منساش غرزة بقى، يعني هنا لازم ابقى مصحصحة ان انا منساش او اسلت غرزة. بفتح واشوف الغرز، ماشية فوق كل غرزة، سهلة قوي وباينة على فكرة يعني. انا هنا ماشية على طول على عدلة الشغل. انا كده طلعت من الكسرة خلاص. بصوا شكلها اهي. هكمل بس الحتة اللي قدامي، بوريكم ان انا ماشية على الغرز نفسها زي ما توديني بقى. طبعا هما الخمس غرز بقوا 15 طبعا، متقسمين لايه، لخمسات. بصوا ازاي اهي، بصوا ابتدت تظهر ازاي اهي، شوفوا شكلها باينة قوي اهي. هعمل واحدة تاني برضو، هشيل الماركر خلاص. ده الجزء اللي هو بين الكسرتين اللي انا بعمله. هدخل بقى على الكسرة التانية اهي، شايفين؟ همشي كده 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 واطلع بره. فانا هبتدي افتح، بتفتحي الكسرة بس عشان تشوفيها. شوفي الغرز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 دول اللي هما اللفة بتاعة الكسرة اهي، شايفين؟ كده خلصت ال15 غرزة. بصوا شكلها اهي، ابتدت تبان وهتبتدي تريحني في الشغل. اول سطر بس زي ما قلت لحضراتكم هو اللي متعب، وبعد كده بشتغل بقى بره.
2 3 4 5. هشيل برضو هنا، خلاص اصلي ظبطت العدد فمش محتاج، وارجع اشتغل على ال15 غرزة بتوع الكسرة. ناخدهم بس اخر مرة بقى. 1 2 3 4 بفتحها عشان اشوف. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 غرزة اللي هما الثلاث خمسات اللي بيعملوا الكسرة. شايفين شكلها باينة قوي. على فكرة حتى لما بتطول بعد كده انا ما يعني كل سطر زيادة بعد كده ما بحتاجش افتح الكسر، خلاص هي الشغل هيبقى باين. وبعدين 1 2 3 4 5. هشتغل بقى كده، وكل الاسطر اللي جايه هتبقى بنفس الشغل بنفس الطريقه دي. شايفين الكسرات بانت ازاي؟ ولسه لما تطول شويه كمان هيبقى الشكل حلو قوي، وتبقى الكسرات نازله وباينه قوي شكلها ازاي. هكمل انا الجيبه بالطول بقى اللي انا عايزاه، ولما ارجع نشوف عملنا كام سطر وعملنا طول قد ايه، ونشوف هنكمل ازاي. حبايبي ده شكل الكسر بعد ما خلصتها، ودي الجيبه بعد ما خلصت فاضل فيها بس السطرين، وهقول لكم انا سايباهم لسه ليه. انا هنا عملت 22 سطر، نعدهم مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. عملت 20 سطر ب 22 سنتي. تاني عملت 20 سطر، ومن اول القمر لغاية الديل 22 سنتي. طول الجيبة مفروض لسن سنة 24 سنتي. طب انا ليه سبت ال2 سنتي؟ عشان انا هبتدي احط اللون الاسود، يبقى هكمل ال2 سنتي بتوع الجيبة اللي هم اكمل ال24 ب2 سنتي اسود زي ما الموديل وريته لحضراتكم في البداية. فانا دلوقتي هبتدي اقطع اللون الاخضر. انا عملت هنا 6 كسرات، 6. عدد الكسرات زي ما حضرتك تحبي في التقسيمة، ممكن تخلي المسافة بين الكسرات أصغر وبالتالي عدد الكسرات هيبقى أكبر. ممكن تخلي المسافة بين الكسرات تبقى أكبر من كده وبالتالي عدد الكسرات هتبقى أقل، حسب التقسيم اللي حضرتك. يعني أنا بدي لحضرتك الطريقة، وحضرتك حطي أفكارك وحطي يعني الحاجة اللي انت تحبيها. هبتدي بقى دلوقتي كمان عايزة أوريكم. ادي القفلة بتاعت الجنب مستقيمة مفيهاش أي حاجة أهي، ومش مفتحة يعني، وحطها في الجنب، يعني حتى لو فرض إنها حتى بانت هيبقى جنب الجيب. هبتدي دلوقتي ألضم الخيط الأسود. آخر غرزة هفكها اللي هي غرزة النهاية اللي هي الغرزة المنزلقة، وهعملها باللون الأسود عشان أسحب اللون الأسود. هبتدي أدخل هنا، وبدل ما أسحب الأخضر هبتدي أسحب اللون الأسود. وهعمل سطرين أعمدة. ممكن حضرتك تعملي مروحة، ممكن تعملي صدفة، تعملي أي غرزة، بس أنا حابة ليه مش هعملها مروحة. مش هعملها مروحة لأن دي كسرة بتتني.
المروحة في الديل هتبقى تقيلة على تانية الكسرة، فهتبقى جاية على الديل ومفتوحة، يبقى شكلها مش حلو. يعني شكل الكسرة في الديل هنا هتبقى تقيلة عليها قوي المروحة، فتلاقيها فردة، هتلاقيها مفتوحة. لكن العمود هينزل بانسيابية وهيبقى الكسرة مقفولة، وممكن حضرتك بمكوة خفيفة قوي وبفضرة تدوسي على الكسرات بحيث انها برضو تبقى مقفولة ما تتفتحش. طيب هنا بقى هبتدي اسحب اللون الاسود واعمل بيه المنزلقة، وهبتدي اخد اللونين شوية مع بعض. طبعا انا هنا هعمل السلسلة 3 سلاسل، وبعدين ابتدي ادخل عادي خالص في الغرزة اللي بعدها واعمل عمود، واللي بعدها عمود، وهكذا. يعني كل غرزة عمود هعملها بس باللون الايه، باللون الاسود، وبثبت بس الخيوط معايا وهقطعها بعد كده. الاسود طبعا على اللون الاخضر هيبقى جميل جدا جدا زي ما شفتوا في الصورة في الاول وفي الشرح في بداية الفيديو. هكمل انا بقى، اما ان انا اعمل سطر واحد او سطرين على حسب ما اقيس بقى واشوف. اهو كده باللون الاسود. هكمل انا وارجع لحضراتكم اوريها لكم، بس بالمرة برضو هاجي هنا على القمر. القمر هنا في فتحة زي ما قلنا في الاول، فتحة من هنا وفتحة من هنا. انا عايزة احط فيه استك، فهعمل ايه؟ هبتدي اقفل الحتة اللي قدام، اللي من الامام، هقفل الحتة دي مع الحتة دي، وهسيب الحتة دي مع الحتة دي، الطرف ده مع الطرف ده مفتوح لغاية ما ادخل الاستك، وبعدين اخيطه. وانا هعمل ده كله مع حضراتكم، بس هبتدي دلوقتي ان انا اعمل الجزء اللي عايزة اخيطه. هبتدي بقى اخيط من اول الفتحة كده، الفتحة اللي تحت دي، الجزء اللي هو اللي قبل القمر عشان ميبانش مفتوح. وبعدين ادخل، طب انا سايبه الفتله دي ليه؟ هخيط بيها الجزء التاني. هبتدي بقى ادخل هنا غرزه قصادها غرزه، بحيث الخياطه من جوه مش من بره عشان ما تبانش، وهي في الجنب اصلا. باخد الطرف ده مع الطرف ده.
منساش اخر غرزة عشان ما تبانش مفتوحة، حتى لو دخلت بيها حتة صغيرة من جوه كده اهي بس. وابتدي اثبت الخيط، هتبقى هنا الفتحة اهي، وبعدين بصوا هنا بقى الفتحة دي والفتحة دي اهم، دول اللي هدخل منهم الاستك، وبعد ما اخلص برضو هقفل الاتنين دول مع بعض ويبقى كده مش باين الاستك. فاهمين يا حضراتكم؟ بس انا هخلص بقى الاسود واخلص الجزء ده وابقى خلصت خلاص الجيبه، اوريها لكم بقى لما تخلص تشوفوا قد ايه جميله وحلوه، هتعجبكم ان شاء الله. حبايبي كده خلصت الاستك، حطيته وخيطته من الحرفين، خيطته من هنا، وبعدين هدخله بقى كده، وبعدين اقفل عليه الجزء ده اللي هو هيبقى من جوه، عشان يبقى مش باين ويبقى القمر نظيف. كده خلاص قفلت عليه. وكمان خلصت الجزء بتاع القمر اللي هو الاسود، وبالسطرين دول اللي انا عملتهم اصبح طول الجيبة 24 سنتي. وده الطول المناسب لطفلة عمرها سنة، وتقدري بقى تزودي المقاس بتاع الجيبة تعمليه حتى لو حابة حضرتك تعمليه لنفسك. وبعد ما ركبت لها الاستك دي الكسر بتاعتها، تقدري حضرتك تزودي الكسر او تنقصيها بحسب المقاسات اللي حضرتك عايز تعمليها، وحسب المسافة اللي هتسيبيها بين كل كسرة والتانية. انا هنا عملت 6 كسرات، ممكن حضرتك تعملي اقل، ممكن حضرتك تعملي اكتر. الحقيقة الجيبة شكلها جميل جدا جدا وعليكي هتبقى حلوة جدا جدا، ولو تعمليها برضو البنوتة ليكي برضو هتطلع حلوة جدا. اختاري الالوان اللي حضرتك تحبيها واللي انتي ترتاحي ليها. في نهاية الفيديو حابة أشكر حضراتكم على كل كومنت حلو بتكتبوهولي، بيساعدني جدا جدا، وعلى ذوقكم ورقيكم ومحبتكم ليا. شكرا ليكم جزيلا جزيلا جزيلا، بصراحة مش عارفة أشكركم إزاي. وأتمنى الناس اللي مشتركتش في قناتي وعجبها القناة ياريت تشترك فيها، ولو عجبكم الفيديو لايك وكومنت حلو زيكم، يرفع القناة وشير لأصدقائكم وللجروبات اللي انتم مشتركين فيها عشان ينتشر الفيديو. وفي نهاية الفيديو بحبكم كلكم. ثانك يو، باي باي.